فراخ مشوية تحفة. تحفة التحفة، بطريقة جميلة وسهلة، وتتبيلة مفيش بعد كده. التتبيلة تحفة وحلوة جدا جدا. هنا عملنا حبة سلطة وعصير وحبة مكرونة وخلاص. ويلا نشوف التتبيلة عملناها ازاي. حاجة كده سهلة وسريعة. كل يوم حيرة، والله العظيم كل يوم حيرة. يعني الحاج جاب لي فرختين بلدي كده ولاد ناس، واطبخي بقى عليهم، اعملي حاجة عليهم. وانا كان نفسي اعمل محشي الصراحة. كان نفسي اعمل محشي قوي يعني، فما قدرتش برضه اعمل يعني. مش ما قدرتش، الوقت ما سحفني، ما اسمها ايه، الوقت يعني هو ده. الوقت ما كفاش وكده. اعمل ايه طب يلا رحت عاملة بقى كل يوم حيرة، هناكل ايه هناكل ايه. فدي حاجة سهلة وسريعة، والتتبيلة طلعت تحفة تحفة تحفة. والله العظيم تتبيلة فظيعة. يعني تعمليها بقى في لحمة مشوية، تعمليها في فراخ، تعمليها بأي حاجة جميلة جدا. هنا ولعت الفحمة بقى وبصوا عاملة، يا سلام الشقة كلها دخنت دخنت. ومحدش يقول لي الفراخ البلدي ما بتتشويش. الفراخ البلدي بتتشوي، وكمان حجمها انا جايباها مش صغيرة، حجمها حلو جدا. فبتتشوي يا جماعة، ومن غير سليق ومن غير اي حاجة. يقول لك لا 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 اجيبوا فراخ بيضة عشان الفراخ البلدي، لا. الفراخ البلدي بتتشوي وتبقى طعمها تحفة جدا. اهم بسم الله ما شاء الله، كبار مش صغيرين، وكله هيستوي وهيبقى زبدة في الفرن. وما خدتش الا ساعة وربع في الفرن. ساعة وربع وطالعة زبدة كده. يعني قبل ما عملت المكرونة ومش عارفة ايه المطبخ والكلام ده كله، وبصيت لقيتها استوت. ساعة وربع في الفرن، وكل واحد حسب الفرن بتاعه. هنا غسلها طبعا حلو كده، وهقطعها بقى. اللي عايز يقطعها مثلا الورك على 2 يقطع، اللي عايز يقطع الصدر على 2 يقطع براحته يعني. عشان تستوي زي ما بتبقى بره كده بنشتريها مثلا، الورك بتقطع خرط صغيرة يعني. انا حبيت اخليها سليمة يعني. يعني حبيت اخليها كده مش اربع يعني زي ما بيقول. ربع ربع يعني. هقطعها هنا حلو كده. الورك بقى لوحده، وبعدين الصدر، وبعدين هقطع اشرح بقى التشريحة بتاعتنا بقى، اللي علشان التتبيلة تخش. انت لو عايزة تعمليها قبلها بيوم بتبقى تحفة كمان. لو عملتيها قبلها بيوم وحطيتي التتبيلة فيها وحطيتيها في التلاجة، يا سلام بقى، تشرب بقى من التتبيلة بتاعتها وتبقى مية مية. انا ما غس... مع... انا ما عملتش التتبيلة الا في ساعتها، عشان انا كنت مستعجلة. التتبيلة كانت في ساعتها وطلعت برضو حلوة وتحفة. بس انا بقولك لو عايزة بتبقى قبلها بيوم بتبقى حلوة، او قبلها بساعتين بتبقى برضو حلوة. يعني الحاجة لما بتتنقع قبلها، في خصوصا اللحمة او الفراخ، بتبقى التتبيلة بتاعتها حلوة. شرحي كده بقى 3 تشريحات 4 تشريحات براحتك، علشان بس احنا عايزين التتبيلة تدخل جواها. نفس الحكاية كده كلها هنشرحها كده. هنديها كده تشريحتين 3 حلوين، عشان التتبيلة تشرب منها. بصوا قطعيها كده، اسندي كده. يعني اعملي كده اللي بتاع الزور بقى ده، الرقبة هقطعه. انا بقولك لو عايزة تعملي كمان الصدر على 2، الوركة على 2، برضو بتبقى حلو. مش هعمله الرقبة. انا ممكن اخلي الرقبة مع بعد كده يعني بنلم
زي ما كان في ناس كده بتعمل، بتلم الرقبة كده والأجنحة والحتت كده من تحت كده من زلموك. بص انا بقول لكم بطلع الحتة دي، بطلع الحتة دي من الظهر منها، وبشرح الصدر كده. باخد الصدر لو كبير ما شاء الله بتاخدي منه حتة تقطعيها كده تخليها على 2 يعني. بقول لكم يعني بياخدوا الرقبة وبياخدوا الأجنحة وبياخدوا الحتة اللي هي من عند الزلموكة تحت، ويحوشوهم فرختين مع فرختين، وبعد كده يطلعوها بقى في وقت الزنقات اللي مفيش مثلا في آخر الشهر والكلام ده كله، بيعملوها على صينية بطاطس تحفة. تحفة. أنا دقتها عند واحدة صاحبتي، بصي خرافة. أنا هبتدي أعمل بقى الموضوع ده يعني إن شاء الله. هنا فلفل احمر على فلفل شتيطة، عايزة تحطي ما تحطيش شتيطة ما تحطيش، دي اختياري يعني براحتك. و4 بصلات كده حلوين كده مع الطماطم ومع الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر وليمون هنعصر، ومثلا يعني راس توم صغيرة حطيها فيه. كل ده كله هنضربه في الكبة، الثوم مع البصل مع الطماطم مع الفلفل. ما عندكيش كبة اضربيه في الخلاط بحبة خل، مفيش اي مشكلة. حبة خل بحبة مية صغيرة هيتضربوا برضو هيبقوا 100. احنا عايزين نضربهم ضربة كده بنت ناس كده حلوة يعني، يبقوا ناعمين. هحط البصل الباقي حطيته كده وخلاص كده التتبيلة. احط البصل اللي باقي بس، والتتبيلة كده سريعة خلصت وما خدتش وقت. حاجة سريعة وحاجة حلوة جدا على طول. اعملي بقى حبة رز بالكاري، اعملي حبة رز عادي بشعرية جنب اي حاجة بقى. انا عملت حبة مكرونة وما صورتش المكرونة عشان كلنا عارفين بنعمل مكرونة ازاي، عادية جدا. اللي عايز ياكلها بالعيش كمان تبقى تحفة برضو، بالعيش حلوة جدا برضو، وحبة سلطة كده جنبها وخلاص. انا بعد ما قطعت الفراخ برضو غسلتها تاني، وهحط التتبيلة كلها عليها وهتبلها بقى كلها. الفرن كمان مشغلاه على 180. عايزة لو عندك الفرن كمان بيشتغل شواية يعني من تحت وشواية في نفس الوقت، افتحي الاتنين يعني، بس استني كده ايه يعني تاخد نص ساعة من تحت، وبعدين افتحي الشواية. بس تخلي بالك تسني وتقلبي فيها عشان ما تتحرقش. يعني لو عندك 2 بيشتغلوا مع بعض سني وقلبي هنا وهنا، عشان الشواية طبعا بتلسع الحاجة بدري وما بتسويش يعني. استني لما الحاجة تستوي نص ساعة تاخد سواها، عشان الفراخ تطلع معاكي حلوة ومستوية من جوه ومن بره. من بره مقرمشة مش يعني. بصوا والله العظيم جربها طعمها جميل جدا. التتبيلة بتاعتي عليها الليمون، عصري بقى الليمون بتاعك كله كده حسب ما انت عايزة، ممكن تعملي نص كوباية ليمون فيها يعني، هي التتبيلة بتحب الليمون يعني. حبة خل، يبقى حطينا الليمون على التتبيلة، حبة خل حبة زيت. ودوت بقى بصي الحاجة كده دبس رمان، يا لهوي يا لهوي، هيبصي هيوديلك الفراخ في حتة تانية خالص. والله العظيم حاجة كده قمر قمر قمر. انا بقلد يا جماعة اللي قمر 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 يعني. وفلفل اسود طبعا وملح وكمون وجوزة الطيب طبعا للي حابب، اللي مش حابب ما يحطش. ده ورق غار مطحون
حبة شطة بقى مع القرن الشطة اللي انا حاطاه بقى، الدنيا مولعة. الدنيا ولعت عندنا. ده جوز الطيب. حبة كمون صغيرين، وحبة ملح، وهنحط كاتشب. بصوا بقى، حاجة كده بتخليها بقى الطعم خرافة. دوت حبهان، حطي كده 3 4 كده في صوص حبهان كده معاه. تتبيلة معلقة سكر يا جماعة، معلقة السكر اللي ما تتنسيش في التتبيلة دي. حطيت معلقتين كمان سكرة، مش معلقة. هنا كاتشب بقى، كيسين كاتشب كده عندي، فهنحطهم عليهم. يا سلام، دبس الرمان مع الكاتشب مع الخلطة مع، بصوا حاجة كده. بقولك تاكلي تتبيلة فراخ انسي، والله العظيم انسي، ولا احسن حياتي بيعملها كمان. التتبيلة بتاعتي بتاعت هدى صحيح، ما فيش حد بيعرف يعمل. تعجبهم كده مع بعض كلهم، ودخلي بقى، امسكي بقى الفراخ بتاعتك كده ودخلي بقى جواها كده كله، ودخلي تحت الجلد ومن الناحية التانية، وبصي دخلي بقى كل التتبيلة فيها. والله لو كانت قبلها بيوم ولا قبلها بساعتين بقى، قبلها بساعتين يعني ممكن، وتحطيها في التلاجة كده استني شوية. كده انا بقول لكم هنا ما كانش عندي وقت، يعني انا حتى كان نفسي اعمل محشي او اطبخ على الفراخ او حاجة، ما فيش وقت عندي يعني. وما خدتش وقت عندي، بسرعة الاكل اتعمل. دي فراخ بلدي مش فراخ بيضة، بكررها تاني. محدش يقول لكم الفراخ البلدي ما بتستويش في الفرن، بتستوي والله العظيم، وبتبقى زبدة زبدة. يقول لك عايزة تشوي اشوي فراخ بيضة، لا مش شرط يعني. البيضة حلوة وكل حاجة، جيبي ابيض. بس دول اللي بقول لك كانوا فراخ بلدي يعني، وانا اصلا بشوي بلدي على طول يعني، فعارفة بقول لكم ايه. الفراخ البلدي بتشوي وتبقى زي الفل بالتتبيلة بتاعتي. بس كده خلاص، وهندخلها الفرن وهتقعد ساعة وربع. انا سبتها كده، وبعدين في الاخر اخر نص ساعة رحت مولعة الشواية، شغلتها وفضلت بقى اقلب فيها على مرتين، مرتين بس قلبت فيها عشان ما تتحرقش، وخلاص واستوت. طلعت الفراخ، طلعت يا محلى نور. طلعت يا محلى نور اهي، طلعت الفراخ. جميلة جدا. وبصوا هوريها لكم، انا بصور بس بايدي وبصور لكم مش عارفة مثلا امسك لكم الورك كده واعمله كده اوريه لكم ان هو زبدة زبدة. هنا عملت عصير جوافة، بقول لكم برضه عاملاه ازاي. بعمله بطريقة جميلة جدا، وبضيف عليه حاجات حلوة جدا. هنا عملت حبة مكرونة، طبق مكرونة غرفته كده، والفحمة طبعا هحط عليها حبة زيت دلوقتي وهنفحم الدنيا، وحبة سلطة مش شطشطين. المفروض اعمل سلطة طحينة، ما لقيتش طحينة. سلطة طحينة، سلطة طحينة، ما لقيتش طحينة. بصوا بقول لكم زبدة، والله العظيم ما عارفة امسكها لكم بايديا الاتنين كده وافصصها كده قدامكم يعني. جربوا التتبيلة دي، تحفة وجميلة جدا، وتنفع للحمة وتنفع لكل حاجة، يعني حاجة من الآخر. أحلى فراخ مشوية.
واحلى حبة مكرونة، واكلة سريعة وعلى طول، والدنيا حررت ومش طايقين نقف في المطبخ، ويلا نخلص بقى. خلصي. الدنيا ولعت، الدنيا فحمت يعني. يلا ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.